اهلا 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 باصدقائي في قناه مع مرو. النهارده بقى الجو صعب قوي، الدنيا بتشتي وايه، قلت اول حاجه هقوم من النوم اجري بسرعه بسرعه اشوف الحمام. طلعت اشوف الحمام لقيته زي ما انتوا شايفين كده سقعان، يا حرام سقعان جدا. مش عارفه بقى، وكمان في امراض الايام دي للحمام، في حمام بيموت. فبقيت انا مش عارفه اعمل ايه صراحه، عايزه حد يساعدني في امراض الحمام. الحمام كده بيلف يلف ويتنه ايه، واقع مره واحده. معرفش ده ايه المرض ده، اسمه ايه ولا ايه؟ لو حد بيفهم في حاجات الحمام دي يقول لي المرض ده اسمه ايه. كذا حاجه كده حمامه الاقيها بتلف تلف، بتلف وتنها مره واحده واقعه. وصراحه من كتر ما انا شفت منظر الحمام فما كنتش عارفه اصور بجد. في نفس الوقت الجو بقى بيشتي، فقلت بدل بقى مع كل تصوير يبقى على الحمام كده والمرض بتاعه كده، طلعت بقى على السطح برضه اوريكم المناظر الجميله دي بقى، الطبيعه والنيل، الحاجات الحلوه دي اللي هي في الريف، اللي بجد هي جميله جدا. وانا بحب وجودي في المنطقه دي بالذات. وطبعا زي ما انتم شايفين ده النيل فرع رشيد. الجو النهارده صعب قوي في الشتاء صراحه. المية كمان شكلها جميل جدا. يا رب ربنا يحرمنا من المية الجميلة دي، يفضل النيل كده عمران بالمية. صراحة ما كنتش ناوي اتكلم عن الفيديو صراحة، كنت عايزاه فيديو صامت بس انا كواحدة ما اعرفش اسمع في فيديو يكون صامت، مش هيجيلي طول بال حتى لو مهما كانت المناظر جميلة قدامي. ننزل بقى على البلكونة بسرعة عشان الجو فوق ساقع تلج. اتفرج برضو بقى على جمال الطبيعة كده من البلكونة. القلة دي ميتها ساقعة ما اقولكوش ايه يعني، جنبها النعناع السعودي ده ليه حلقة لوحده. النعناع السعودي ده نكهته عالية جدا صراحة، يعني حلوة قوي في الليمون بالنعناع، بيبقى طعمه حلو جدا. ناس كتير ما تقدرش تحط ميه في الشتاء كده في القله وبتاع، يقولوا ده الميه تبقى ساقعه ومش عارف ايه. ده جمال جمال الميه في القله في الشتاء، بقى جميل جدا. الطبيعي اللي انا ببقى عايزه اوريكم اي حاجه والله صراحه، يعني مش عايزه ابقى بعيده عنكم يعني، حتى لو مش لاقي حاجه اصور.